صباح الخير، اهلا بيكم، اهلا وسهلا. معكم بروفيسور دكتور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه. وصباح الجمال، صباح الحب، صباح اي حاجه حلوه في الحياه، صباح طاقه جميله، يوم جميل علينا وعليكم، يوم مليء بطاقه وحيويه، يوم مليء بحاجات جميله، يوم مليء بكل شيء جميل في حياتنا. لما تبتدي بيومك كده بطاقة جميلة، طاقة حلوة، عندك استعداد انك تبتدي يومك حلو، عندك استعداد انك تعمل في اليوم ده حاجات كتير، بتلاقي نفسك كده مقبل على الحياة. بالإضافة ان انت كمان بتحوط نفسك بناس جميلة، بتحوط نفسك بناس كويسة، بتحوط نفسك بناس حلوة، بتحوط نفسك بناس جميلة عندها طاقة إيجابية حلوة. عشان كده دايما بنقول ابعد عن الفاشلين، ابعد عن المحبطين. طب ليه؟ لان المحبط دوت او الفاشل دوت يجيبك في الخلف، يجيبك ورا، ما يخلكش تقدم في حياتك. فطالما انت مع ناس حلوة وذو طاقة ايجابية وذو طاقة جميلة، بتلاقي نفسك دايما في الامام، ودايما في المقدمة، ودايما بتنتج، ودايما مقبل على الحياة. مهم جدا في الحياة ان انت تتعامل مع ناس كويسة. مهم جدا في الحياة ان حتى كلامك كلام ايجابي، بتبقى جميل. في ناس تقابلها في حياتك بتبقى رزق، رزق، بيبقى رزق ليك، لان العلاقات رزق. في ناس تقدمك جدا وتطلعك فوق. Morning. Good morning. Gonna get small black hot coffee, no cream, no sugar. Small hot coffee with no cream, no sugar? Yes. Okay. Thank you. 325. ناس حلوة، ناس جميلة، ناس تحس كده، ناس تطلعك، ناس تديك بوش للأمام، تديك دفعة للأمام. عشان كده مهم جدا. قول لي مين هو صاحبك، أقول لك من أنت. مهم جدا. حتى أصحابك اللي أنت بتقعد معاهم في الويك إند في أمريكا، حتى ناسك اللي أنت تعرفهم، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ اقعد مع نفسك كده، قيم الحوار. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتقول إيه؟ هو قال إيه؟ هي قالت إيه؟ مهم جدا لما نقعد مع بعض إحنا بنتكلم في إيه؟ هل هو حوار إيجابي؟ هل هو حوار سلبي؟ وأنت استفدت إيه دي من القعدة؟ استفدت إيه؟ هل الحوار ده قدمك في حياتك ولا خلاك؟ ما ممكن الحوار ده حاجتين. في ناس مجرد انك تتكلم معاها تتعب نفسيا. حتى خلي بالك في العمل، في العمل ممكن تتكلم مع حد مجرد الحوار بس يجي يديك طاقة سلبية، نيجاتيف فايبس يديها لك. وفي ناس مجرد ان انت تتكلم معاها لفترة قصيرة تحس ان في كده، تبقى فرحان، بيديك طاقة ايجابية، بوزيتيف فايبس. عشان كده مهم جدا ان انت لما تتكلم مع حد تنقي الحوار. في ناس بتخليك بتغضب، دول ابعد عنهم. لان خلي بالك الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، احسبها كده هتلاقيها قصيرة. 70 80 90 سنة 100 سنة، هي قصيرة. احنا بنعيش شوية ايام وبنمشي، فيتعيشهم مع ناس كويسة يا بلاش منهم اصلا. مورنينج. 295. A lot of cars, huh? Thank you. Have a great day. You too, thank you.
فلازم كويس جدا تختار الناس اللي حواليك. 70 80 90 سنة 100 سنة وفي الآخر بتنتهي، بتمشي زي ما غيرك مشي. ما هي فلسفة حياة. عشان كده بحب دايما سليمان الحكيم لما قال: وما الحياة إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فعلا بخار يظهر قليل. اعمل كده قبضة ايدك كده، اعمل قبضة ايدك خلاص، هي بص الايد اهي، اعمل ايدك كده، ادي الحياة. وما الحياة إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ودي فعلا الدنيا. ما اللي قبلنا مشيوا، اللي قبلك مشي. كان والدك عايش ربنا يديله طولة العمر بس هيمشي. جدك عايش هيمشي. جدك مات، والدك مات، انت مت، كلنا هنمشي. محدش قاعد. هي رحلة. الرحلة دي تقدر تقولها كده 70 80 سنة 90 سنة. شوف مكتوب لك بقى كام سنة. الرحلة ديت هي قطر احنا راكبينه. القطر ده كل واحد بيجي محطته وبتنزل بتمشي. بس لما تمشي، عشان كده كلنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نمشي واحنا نايمين، واحنا على السرير نايمين. ما نمشيش لا في مواصلة وتنتهي حياتنا لا في مواصلة ولا في طيارة ولا في سفر. وما نمشيش كمان ان احنا نكون في مرض، لان اصعب حاجة في الحياة ان انت تكون مريض والناس بقى تيجي تزورك وانت خلاص بتودع الحياة، اللي هي مرحلة ما قبل الموت، البري ديث. الناس بقى تشفق عليك، يا عيني بص يا عيني. كلنا كبشر بنتمنى ان احنا نمشي في سلام وهدوء وتنتهي الرحلة الجميلة. بس خلي بالك لما بتمشي في ناس أعمالها خالدة. يعني الناس بتتكلم عنك ازاي؟ بالإيجاب ولا بالسلب؟ الناس هتتكلم عنك انت عملت ايه في الحياة. ما في ناس مشيت قعدت الحياة ديت ومشيت محدش سمع عنها، يعني وجودها زي عدمه، خلاص هي فترة ومشيت. وفي ناس خلي بالك لما بتيجي سيرتها بس يقول لك ياه ده عمل وعمل وعمل وعمل، انسان كويس جدا، الانسان ده كان بيحب الخير، الانسان ده كنت اقعد معاه كان بيساعد، قد طاقته حلوه. في ناس كده تقول لك يا كان بيضحكني، يا انسان جميل قوي، انسان كده يا اخي الله يرحمه، فعلا كان انسان كويس. هي الحياه كده. وبعد كده بتتحط الصوره بتاعتك الجميله والعلامه السوداء ديت كان موجود ومشي. فهي الحياه ابسط مما تتخيل، بسيطه جدا. نعيش شويه وبنمشي، رحله. فبتحاول كده تسعد نفسك وبتسعد اللي حواليك وبتسعد الدنيا، الناس الجميله اللي حواليك بحاجات كويسه بحاجات حلوه. عشان كده خليك ايجابي، تبقى سلبي. لما بتكون ايجابي بتلاقي كده الابتسامه على طول على وشك، مقبل على الحياه، بيبقى فيه فرح غير عادي. وخلي بالك مفيش حد هيديك الفرح ده، البشر مش هتديك فرح،
مش تبقى فاهم. البشر مش هيدوك فرح. اللي هيديك الفرح الوحيد الاوحد الوحيد في الحياه هو علاقتك بربنا. بس علاقتك بربنا فقط لا غير. البشر بقوا زائلين. اي حد في حياتك قابل للتغيير، يعني ممكن يجي ويمشي، يعني ممكن يبقى موجود في حياتك وممكن يمشي عادي جدا، عادي جدا. ما الحياة كده قابلة للتغيير. كل شيء يقوم على عوامل فناء، ولا شيء ثابت في الحياة سوى وجود الله سبحانه وتعالى في حياتك. هو ده اللي دايم، هو ده اللي بيديك الفرح، هو ده اللي بيديك الانبساط غير عادي. العالم يئن والدنيا كلها تحس فيه حروب، وانت عايش في العالم وفرحان مقبل على الحياة. مين اللي بيديهولك؟ قلبك كده تحس فيه فرح زي ما انا حاسس دلوقتي. ليه؟ وربنا مديني ان انا اقول الكلام دوت. ليه؟ لان علاقتك بيه كل ما بتقرب قوي من ربنا كل ما بيديك هدوء وسلام نفسي. جميل جميل. بالاضافه بقى ورزقك، الله ربنا يبارك في الرزق. حب الخير للناس، اقف جنب المظلوم، اقف جنب حد تعبان واتفرج شوف ربنا يعمل معاك ايه. ولما تحس دي تبقى اشاره من ربنا ليك، لما تحس ان في كده نغزه في قلبك يبقى انت مش مرتاح للانسان دوت. دي اشاره الهيه، اشاره الهيه. ولما تعوز قوي تعرف بني ادم اقعد قصاد ربنا كده قول له يا رب ظهر لي البني ادم دوت، ظهر لي ده، اكشفوا لي. هتلاقي ان ربنا بيظهر لك البني ادم دوت بافعاله. انت ما تتكلمش، انت بس طلبت، فتلاقي ربنا يظهر لك البني ادم دوت قصادك كده، يكشفهولك، يديك كده نظرة تانية خالص البني ادم دوت، يوقعه قصادك. مصدر الفرح مش الناس. لو الفرح جاي من الناس فهو مصدر مؤقت، فترة مؤقتة. مصدر الفرح هو الله، هو اللي يديك ده، تبقى عايش فرحان، عايش مبسوط زي ما انا حاسس كده. بص الفرحة، في فرحة جوايا لان انا بتكلم بفرح. تلاقي الدنيا معاك حلوة، تلاقي طب الناس كلها بتشتكي، طب ما تشتكي، ما الخليقة كلها تئن، معروف العالم كله في تعب وشقى وكله بيشتكي من الأسعار وكله بيشتكي من الدنيا. وحاجة تانية بقى، حاجة تانية، كل ما تقرب من ربنا، كل ما تقعد قصاد ربنا، خصوصا الفترة لما تصحى من الصبح ديت، انك تقعد قصاد ربنا، تقعد قصاده وتشكر الله، تشكر الله. طب تشكر الله ليه؟ تشكر الله لان اداك فترة معينة اللي هي فترة النوم ديت اللي نمت فيها. ما النوم ما هو الا موت قصير، ده تعريف الموت، ما هو الا نوم قصير. انت نمت 8 ساعات 7 ساعات محدش بيحس بيك، فعشان كده ال7 8 ساعات دول انت نمت فيهم او مت فيهم عن العالم، مت فيهم عن الدنيا لمدة 7 8 ساعات. فعشان كده هيجي وقت علينا هننام فترة طويلة، خلاص بقى مش هتبقى 7 8 ساعات، هتبقى خلاص للأبد.
فلما تيجي تصحى من النوم بتبتدي يومك ازاي؟ لازم تقعد قصاد الله تشكره، تقول له اشكرك انك اديتني يوم على ايام حياتي. اشكرك تمام ان خلتني نمت نوم هادي جميل. اشكرك ان انت اديتني نوم هادي جميل مسالم بدون لا تعب نفسي ولا افكار سلبيه ولا كوابيس. في ناس ما بتعرفش تنام، ما بتعرفش تنام من الكوابيس وجع الدماغ، ما بتعرفش تنام. في ناس نفسها تمشي من الحياة، نفسها تمشي من الحياة وربنا مش عايز ياخدها، لسه وقته ما جاش. لما تحس ان الحياة صعبة اوي والماديات صعبة اوي والدنيا مزنقة معاك اوي، اقعد قصاده. لازم تؤمن تماما ان اللي بيدي الرزق ربنا مش البشر. هو ربنا بيسبب الناس ليك مصدر رزق، بس هو اللي بيحط الناس في حياتك عشان يديك الرزق دوت، مصدر رزق. ولازم تعرف تماما ان لما الحنفية بتفتح معاك ده من اعمالك انت، الرزق ده من عنده هو. ومهما حاولوا البشر ان يوقفوا رزقك، طالما هو عايز لان هو يفتح ولا احد يغلق، وهو يغلق ولا احد يفتح. هو عايز ده. طالما ربنا فتح الرزق ما تسألش ازاي بتاعته هو. مهما الناس وقفوا قصادك ومهما الاعداء وقفوا قصادك ويحاولوا يوقفوا رزقك، مش هيقف. رزقك مش هيقف، مجال رزقك مش هيبطل. الحنفية شغالة. عارف ليه؟ عشان انت عينيك عليه هو، عينيك على ربنا مش على الناس. الناس زائلين، هو واحد اوحد وحيد باقي في الحياة، ولازم تديله حقه. يعني اشكره. لما تشكره كل يوم، ولازم كمان لما ربنا يرزقك ارزق الناس، لان الرزق ده مش بتاعك انت، ده هو اللي بيدي. فلازم تطلع للناس، ولازم تقف جنب الناس. اقف جنب المظلوم، اقف جنب التعبان، وما تأذيش حد. حتى لو انت مع حد وخلاص العلاقة بايظة خالص، ما تأذيهوش. وفي ايدك تأذيه، ما تأذيهوش. لان خلي بالك لو اذيته انت هتتأذي. الكارما هتلف الايام في بيتك بقى، في عيالك، في مراتك، في اولادك، في اسرتك. من خبرتي في الحياة انا شفت كتير لان انا سافرت كتير من وانا صغير، فشفت كتير. وتعاملت مع جميع جنسيات العالم، فشفت كتير. فقابلت كتير في حياتي وشفت كتير في حياتي، كتير فوق ما تتخيل، كتير. شفت ناس لعبت معاها بس عن طريق الحرام. واوعى تدخل قرش حرام بيتك، لا تقبله على نفسك ولا عيالك.
شفت ناس لعبت معاها، وشفت ناس عملت الغلط عشان تجيب فلوس، واتضربوا تيبا اللعنات في بيوتهم، في زوجاتهم، وفي عيالهم، وماتوا بأبشع الأمراض. اللعنة، اللعنة تجيلك. ما هو الفرح فرح مؤقت، ما يفرحك بص اهو يلا، مش فرحت، مش عملت فلوس عن طريق الحرام، اتفرج بعد كده ربنا يتعامل معاك ازاي. انا شفت ده، انا شفت ده، انا شفت ده. ما تقبلش على نفسك ولا بيتك ولا اسرتك ولا مراتك ولا عيالك قرش حرام. ما تقبلش ده خالص. هتقولي الحياة صعبة والناس ماشية غلط، دي تجارب احنا فيها، تجارب. ربنا بيحطك في تجربة عشان يشوف مدى قدرتك على الصبر تماما ايه. وخلي بالك بيرجع لك، بيعود عليك. ربنا يسلط عليك نفسك، يسلط عليك ذاتك. انا شفت كتير ناس اتجننت، اتجننت، اتجننت في حياتها. يسلط عليك نفسك. عشان كده put God first، ضع الله اولا. هو اللي هيرزقك في حياتك، هو اللي هينجحك، هو اللي هيوقف لك ناس ويسخر لك ناس في حياتك عشان تنجح في الحياة. هيوقف لك حد مش لا من لونك ولا من جنسك ولا من دولتك ولا من اي حاجة. هتلاقي واحد كده ربنا مسخرهولك، يبعتهولك من حيث لا تعلم، وده اللي هيساعدك، وده اللي هيقف جنبك. هتلاقي حياتك متسهلة، حياتك متسهلة بطريقة غريبة. حياتك متسهلة بطريقة ان انت بتقف تقول كده ايه ده اللي بيحصل دوت. انت ما تسألش، انت ما تسألش، انت تبص فوق وتقول له اشكرك، اشكرك، اشكرك على الرزق، اشكرك انك بتسهل لي حياتي، اشكرك ان انت مسهلها، اشكرك ان انت مسهل لي ورقي، اشكرك ان انت مسهل لي فيستي. الناس بتترفض وانت اصلا بتقول لك تعالى. الناس الدنيا واقفه وربنا بيرزقك. اسكت، لان الرزق من عنده هو. ينظر الله الى قلبك انت، ربنا بينظر الى قلبك، ربنا بينظر لجواك، جواك خير تلاقي ربنا بيديك. ما تبصش للناس، ما تبصش للعالم. العالم تعبانه، كله بيشتكي، لكن انت عايش وسط الناس، عايش وسط العالم في فرح. مين اللي بيديك الفرح؟ هو هو يسهلها لك، يسهل لك الطياره بتاعتك، يسهل لك الورق بتاعك، يسهل لك مصالحك. تلاقي الناس كده بتبص لك بتضحك لك. طب ايه ده؟ مش انت، مش انت، مش انت. هو بيسهل لك الدنيا ماشيه. الناس قاعده ما بتشتغلش وانت بتشتغل. الناس قاعده عماله تسم ببعض وانت الدنيا متسهله وبيتك متسهل واولادك زي الفل. ليه؟ اسمها البركه يا ساده، البركه في حياتك. يشيل من حياتك ناس، يشيل من حياتك ناس في الوقت اللازم. لما طلبت وقلت له يا رب اكشف لي فلان، يكشف لك فلان، يشيله من حياتك ويحط لك ناس ايجابيه في حياتك عشان تنجح، عشان تنجح في الحياه. وما تسالش ليه، ما تسالش ليه، هو اللي ماشيها. هيقف قصادك كتير،
مش حابين لك النجاح، هتلاقي بص يغير الموازين، يشيلهم لك خالص كده، وفي ثانية تبص تلاقي ربنا بعت لك رزق من حيث لا تعلم. عشان كده ما تقلقش، اطمئن اطمئن، اهدى خالص. طالما عينك عليه هو، عينك على ربنا، وفكرك كله وقلبك كله معاه هو، هتلاقي حياتك متسهلة كويس قوي. يعطيه فكرك، يعطيه قلبك، مشاعرك، انفعالاتك ليه هو. ما تعتمدش على الناس، ما تعتمدش على البشر خالص خالص. ملعون ملعون من يتكل على ذراع بشر. البشر متغيرين، لكن هو الأوحد الوحيد الذي لا ولن يتغير في الحياة، هو الباقي، هو الخالد، هو اللي موجود معك إلى الأبد. ما تبصش على الناس، وما تدينش الناس، ما تدينش الناس، ما تبصش على حد، خلي عينك عليه هو، بص عليه هو. احنا كبشر محدود الفكر، اصل فلان اتغير، اصل فلانة اتغيرت، اصل كان كويس معايا وقلب عليا، اصل صاحبتي دي بتجيب في سيرتي. طبيعة البشر كده، طبيعة البشر احنا مش هنغيرها. طبيعة البشر واحد بيحب و50,000 بيكره، دي معروفة، احنا مش هنغير حاجة. لكن في واحد أوحد وحيد وهو موجود، لما تكون عينك عليه يغير لك الموازين، يقلب لك الموازين كلها، يقلب لك تفكيرك، يديك هدوء غير عادي. تبص دي كده، في هدوء، في سلام، في هدوء، في سلام، في حب، يديك حب غير عادي من قلبك للناس، يديك كده جمال، تبص للحياة بمنظور آخر. النظرة كمان للناس بتتغير. عارف لما بتشك في حد، لما تحس كده بتتكلم مع حد وانت شاكك فيه، مش انت اللي بتشك فيه، ده هو ربنا بيديك الشعور دوت. انت كل ما بتقرب قوي من ربنا وبتقعد قصاد ربنا وبتدي وقت في حياتك لربنا، تبص تلاقي ربنا بيديك كده، يقول لك خلي بالك من فلان، خلي بالك من علان، خلي بالك من ده، خلي بالك من ده. انت بتحس كل ما بتقرب من ربنا قوي، بتلاقي يبعدك عن الشر ويبعدك عن الناس اللي مش كويسة، ويبعدك عن أي فكر خبيث وأي فكر شرير عن حياتك. بتحس كده هدوء نفسي، طمأنينة نفسية. الطلبة اللي هي بتمتحن دلوقتي في كل دول العالم، حط ربنا في مذاكرتك رقم واحد. حط ربنا في حياتك. لما تخش الامتحان اقعد مع ربنا، اللي هيدي الفكر دوت ويديك ركيزة كده ويديك هدوء نفسي ربنا، هو اللي هيدولك ربنا. عشان تجاوب كمان إجابة كويسة، إجابة نموذجية، ربنا هو اللي هينظم لك ده. الكيمياء بتاعت المخ دي هو اللي هينظمها لك، هو اللي هيديها لك، هو اللي هيبارك لك في ابنك عشان يطلع حاجة كويسة، هو اللي هيبارك في بيتك. البركة تعم في بيتك لما تقربي أوي من ربنا. لما تلاقي الدنيا كده، الدنيا مش مظبوطة معاكي، يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة غلط. فده مؤشر برضو من ربنا إن في حاجة غلط، فأنت لازم توجهي حياتك لربنا. وكل ما بتدي وقتك من وقتك ومجهودك وشكرك
لربنا هتلاقي ربنا فتح لك طرق غريبة وعجيبة في حياتك، وهتقعد مع نفسك كده وتبكي تبكي. يا معقولة ده بيحصل؟ معقولة ده بيتم معايا؟ أيوه أيوه أيوه. ربنا هيبعد عنك المرض، ربنا هيبعد عنك عن كل حاجة مش كويسة. الطب يقول حاجة، الطب يقول حاجة، الطب يقول حاجة، والطب يقول مستحيل. وانت تقعد كده تقول له يا رب، هو الطبيب الأعظم مش الطب، الطب ده وسيلة، الطب ده وسيلة. وانا بعلنها اهو، انا في سن دوت وخبرتي ديت واللي انا فيه دلوقتي، انا لا اؤمن لا بالطب، لان اعرف تماما ان الطب ما هو الا وسيله، وان الاطباء مجرد ان هو ده علم، الطب ده علم، ميديسن، علم، لكن الطبيب الاعظم والشافي هو الله. وطالما عينك عليه هو اللي يشيل المرض، هو اللي يشيل المرض، هو اللي يشيل المرض. طالما عينك عليه وعارف ان حياتك معاه وليه، تلاقي عندك صحة غريبة. الطب يقول حاجة وهو يقول حاجة. الطب يقول انت عندك عملية، انت خلاص هتموت، لكن هو يقول لك لا، انت هتعيش، انت ما عندكش حاجة. هو اللي بيأذن وهو اللي بيؤمر، والطب ما هو إلا وسيلة يخلي الأطباء يقفوا يقولوا في ايه اللي بيحصل. ده فوق مستوى فكر البشر. هو الله، لأن الله ده حاجة فوق، حاجة فوق الفكر البشري، يخلي الناس تبص لك، ده انت عيان، ده انت مريض، انت ليه مبسوط كده، انت ليه غريب يا اخي، انت ليه مقبل على الحياة بالطريقة ديت؟ لان هو اللي بيديك السلام الحقيقي، هو اللي بيديك الطمأنينة، هو اللي بيخليك عايش في العالم، لكن العالم مش عايش فيك. الشعور الالهي الجميل، فرح جواك، جوا قلبك، بيغير فكرك وبيغير قلبك وبيغير نظرتك للأمور كل ما تقرب منه. بيدي الفرحة والسعادة مش الناس، اللي بيدي الفرحة والسعادة مش العالم. العالم فاني وكل ما فيه هو فاني وزائل، لكن اللي بيدي الفرحة والسعادة هو عينك تكون عليه، هو بيخليك خير، بيخليك تتمنى الخير للناس. كل ما بيكون في تصالح جواك جوا قلبك، تصالح للناس، تصالح للعالم، تصالح للدنيا، في كده مصالحة مع نفسك، انت متصالح مع ذاتك، انت بتحب الخير للناس. لو وصلت لهذه المرحلة انك بتحب الخير للناس وبتحب الناس تتقدم وبتحب الخير للدنيا وبتحب الخير لجارك وبتحب الخير لنفسك، مش انت، ده ربنا بيغير قلبك، بيشيل الحقد، بيشيل الغيرة، بيشيل الحسد. اللي هيشيل الحقد والغيرة والحسد ويغير قلبك لما تقعد قصاده كتير وتقول له كده غيرني، غير الحقد، غير الغيرة، غير الحسد، غيرني للأفضل. لما تطلب غيرني إلى الأفضل، غيرني إلى الأحسن، غير لي إلى المثالية، نفسي أكون إنسان صالح، نفسي أتغير، تطلب، هتتغير. اللي هيدي العلم مش الناس، اللي هيدي الموهبة مش الناس. بيقولوا لي انت عندك موهبة، انت مش عارف ايه، انت عندك علم، ما يعرفوش حاجة.
مش أنا، ربنا هو اللي بيدي العلم، دي موهبة من فوق، موهبة من ربنا، هو اللي بيدي العلم، لأن ربنا قال اعطيني يا ابني قلبك، اديني قلبك وشوف أنا هعمل إيه. تدي للناس، تساعد الناس، تقف جنب الناس، ربنا يزود، ربنا يديك، ربنا يديك علم، ربنا يديك طاقة، ربنا يديك اللي انتوا بتقولوا عليها الموهبة، ربنا يديك اللي هو بيقولوا عليه انتوا بتقولوا عليها الكاريزما، مش كاريزما، دي اسمها النعمة. النعمة بيدي نعمة في عيون الناس عشان تبص لك بنظرة معينة. النعمة بيدي النعمة عليك عشان الناس تبص لك نظرة إيجابية، يقول لك عندك علم وعندك معلومات. ده عشان تبقى فاهم، ده مجرد زي كده الديسك بتاع الكمبيوتر، زي مثلا اللي هو الفلاش درايف، ده ممكن يتاخد في ثانية، زي ما ناس كده حصل لها الزهايمر، في ثانية معلوماتك تبقى صفر، الداتا بتاعتك تبقى صفر، عشان تبقى فاهم. لكن اللي يبارك في ده واللي يخلي ده في بركة هو ربنا. ادي حياتك ليه وشوف ربنا يعمل معاك ايه، واللي هيغيرك هو. اقعد قصاده كل يوم الصبح اول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام، اقعد قصاد ربنا. ما تنامش كده على طول، اقعد قصاد ربنا واشكره. لما كنت تعبان قوي ما تشتكيش للناس، خلي بالك، اوعى تشتكي لحد، اوعى تشتكي لبشر زيك، اشتكي ليه هو. خلي ربنا ده صديق لي، اتكلم معاه، اتكلم معاه، اتكلم معاه، اقعد كده مع نفسك اتكلم معاه. خلي ربنا هو صديقك، هو الطبيب بتاعك، اتكلم معاه، حوار بينك وبينه. هتلاقي يبتدي ربنا يتعامل معاك بطريقة خاصة، يبارك في حياتك، يبارك في رزقك، يبارك في يومك، ويخليك غير عادي. تعيش في العالم وانت فرحان، تعيش في العالم وانت في حالة من الفرح، في حالة من النشوة، في حالة من السعادة. وحتى لما بتتعرف على ناس هو اللي بيخليك تتعرف على ناس كويسة، وهو اللي بيشيل أصدقاء السوء من حياتك عشان حياتك تستمر. لأن أنا أؤمن تماما إن ربنا خلقنا عشان ننجح في الحياة، مش عشان نفشل فيها. طالما عينك عليه هتلاقي حياتك ماشية كويس جدا وزي الفل. صباحكم زي الفل، صباحكم ذو طاقة إيجابية جميلة، صباحكم نجاح. كل واحد ينجح في الحياة، وكل واحد يحقق أمله وهدفه في الحياة. وهدفنا كلنا في هذه الحياة القصيرة، إن طالت أم قصرت هي قصيرة، هدفنا يكون النجاح وليس فقط إلا النجاح. يومكم جميل ويومكم سعيد، وصباحكم زي الفل من الولايات المتحدة الأمريكية. Thank you. باي باي باي.